السلام عليكم، أهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا في أحسن الحال. اليوم جيت واحد الفيديو خفيف ظريف كيف العادة. نشارك معكم واحد الكيش اللي هو ساهل وصراحة كيجي غزال. كيف كتشوفوا معايا هنايا كان عندي العبر 2 كيلو ديال الطحين ولا الدقيق. كان سبق لي وغربلته وعملته في ديك البلاستيكات باش يكون معروف بان شحال عندي الكيلو. نقول كيف قلت لكم عندي هنا 2 كيلو مع واحد معلقه ديال سكر فانيلا، ومعلقه ديال الملحه، واحد ربع ولا ربعة ديال الزبدة كتكون في النبيرة، تكون باردة باش كنحكوها بهذه الطريقة باش كتجينا سهلة في الخدمة. و وكنخلط داك النواشف كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه اللي بغى العبار يكون مثلا اللي بغى الكميه تكون قليله كنقصوا في الطحين، والبيضه كتبقى بيضه واحده. كان العبار كبير ولا صغير، الكاس الزيت اللي هو كاس صغير كيبقى كيف ما هو. صافي كنقصوا شويه د الملحه وصافي. هانتوما كتشوفوا تبعوا معايا الطريقه. هنايا نضيف واحده البيضه وغادي نخلط ديك البيضة مع داك النواشف. ودابا غادي نخلط بالماء. الماء غير بارد عادي، ما يحتاجش يكون الماء سخون. صافي هانتوما كتشوفوا هنايا تعجنتها ولويتها، هانتوما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نقطع الطريفات. طريفات صغار على حسب باش ملي كنجيو نخدمو كان زعما كي كنجبروها ساهله هذيك الطريفات صغارين باش كنخدمو الطرف بمرخى. دابا غادي نجمعهم في هاد الطبيصل وغادي نعملو في النبيره، وباش كيبقى محافظ غادي نغطيهم بعدا بشي بلاستيك ونعملوهم في النبيره باش كيبقى محافظين على الرطوبه ديالهم. وهنا غادي ندوز مباشره لهداك الطرف وغادي نخدمو معاكم وتشوفوا معايا الطريقه. دابا غادي نستف داك ديك المولد ديال الكيش ولا السوينيات ولا مهم قوالب، وغادي نستف عليهم ديك العجينة وندوز مباشرة بداك الدلاك فوق منهم باش كيتقطعوا لي بسهولة. هانتوما كتشوفوا العجينة الاولى خدمتها مهمة ما تصورت لي شي ديك اللقطة. ودابا هي انا قزت الثانية كيف كتشوفوا معايا كنضغطوا عليهم بالصبيعات يدنا، لازم نضغطوا عليهم. ولي تذكر فقط ديك المول ضروري يكون مدهون بالزبيده ولا بالزيت ومرشوشين بالدقيق باش ما كيلصقوناش. صافي هنايا كنسالي ديك العجينه ديالي كيف قلت كيف كتشفتوا معايا، وكنتقبوهم على هذا الشكل باش ما كيطلعوناش. كندوزوهم للفران، النار تكون مهيله من الفوق ومن التحت، ما كنخليهمش يتحمروا بزاف غير كيطيبوا صافي. هانتوما كتشوفوا معايا وكيزولوا بسهوله. هانتوما كتشوفوا هنا وجدوا ها هما جاو بصراحه غزالين وشكل ديالهم رائع.
وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف الظريف ما نطولش عليكم، وكنتمنى تدعموني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.